دكتور، واحنا بنتكلم على التشريعات والقوانين الجديده، تفضيل المنتج المصري ده من التشريعات والقوانين الكتيره اللي الناس كلها منتظرينها، لان ده يمكن هيعمل عمليه رواج تجاري الى جانب الحفاظ على المنتج المصري وايضا المنظومه ككل. ايه اللي ان شاء الله يتم فيه خلال الفتره القادمه؟ والله ان شاء الله احنا يعني بنتمنى القانون ده ان شاء الله هيبقى فيه يعني قبلة الحياه للصناعه المصريه. ان شاء الله احنا بنتمنى ان القانون ده هيبقى نواه لمجموعه تشريعات هتصدر من بعده، هيكون غرضها دعم الاقتصاد المصري ودعم الصناعه المصريه. فالقانون ده هيكون الشق الاول اللي هيطرح منه هو التفضيل بالنسبه للجهات الحكوميه في التعاقد. يعني اذا الحكومه طرحت مناقصه او طرحت ممارسه عشان خاطر هي محتاجه لمجموعه من المنتجات، هي هتفضل المنتج المصري حتى لو كان سعره ازيد من سعر المنتج المستورد في حدود 10% من الثمن. ده التصور المبدئي المطروح للنقاش. والجوده برضو المرتفعه، الجوده اكيد لازم مواصفات الجوده دي لا جدال عليها. يعني احنا بنتكلم ان احنا الحكومه بتاعتنا هتاخد توريد لمنتجات هتستخدمها لمصلحتنا كلنا. ففي النهايه المظروف الفني الخاص باشتراطات الجوده لكل الموردين واحد. يعني مواصفات القياسيه للجوده هتكون واحده على الجميع، لكن انا بسمح للمصري بفرق 10% زياده في ثمن المنتج اللي هيورده للحكومه عشان خاطر يقدر يبقى عنده تنافس مع المنتج الاجنبي. لان انا لغايه دلوقتي ما وفرتش للمصري ده الماده الخام بسعر رخيص او الادوات اللي هتساعده ان هو يبقى عنده اسعار تنافسيه حقيقيه تتنافس مع المنتجات الدوليه. ده زي اللي شفناه في حديد التسليح والاسمنت. هو حضرتك دي النقطة الثانية اللي احنا لازم ننتقل ليها، ألا وهي القانون الخاص بحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وده قانون في غاية من الأهمية، والقانون ده موجود بالفعل في مصر من سنة 1998. ولكن هذا القانون حتى تاريخه غير مفعل. يعني يدوب فعل مرة في حكومة الدكتور هشام أنديل وفعل مرة أول امبارح، والسببين كانوا في موقفين يتعلقوا بحديد التسليح. انت عارف ان مصر من افضل الدول العالم في انتاج حديد التسليح، احنا بالفعل متميزين في الصناعة دي، لكن احنا بنعاني من خطر اغراق هذه الصناعة من منتجات اخرى جايه لنا من دول متعددة على مستوى العالم. هي بتبعت لنا الحديد التسليح بتاعها اللي ربما تبقى مواصفاته اقل من مواصفات الجوده بتاعتنا. ده كلام خطير جدا بالفعل. وعشان كده وزير التجاره والصناعه من يومين بالظبط طلع قرار بانه زود 7.3% على سعر حديد التسليح المستورد عشان يمنح ميزه لمصنعي الحديد المصريين. هو بالتاكيد الزياده اللي حصلت دي كانت من نتيجتها ان بعض شركات المقاولات حصلت عندها مشكله، ما هو كمان بياخد الحديد المستورد ده بسعر معين. بعد الزياده دي فجاه الحديد، طن الحديد زاد مثلا 250 جنيه. فهو بالنسبه له على الجزء الصغير بتاعه كحد بيشتغل في المقاولات السعر زاد. لكن ده ضره بشكل، يعني هو شايف ان كده، لكن احنا شايفين ان ده هيحمي الصناعه نفسها عندنا هنا في مصر، مع ان مصانع الحديد المصريه وعدت بتخفيض السعر. يعني مش معنى ان الحديد المستورد زاد ثمنه ان ده هيمنحهم الحريه ان هم يتفقوا على اسعار جديده او هم كمان يزودوا زي ما كان بيحصل زمان. مبقاش في احتكار سعر الحديد، مش هيبقى فيه احتكار. هم وعدوا ان هم ان شاء الله هيبقى فيه تخفيضات على اسعار حديد التسليح من المصانع دي عشان فعلا يقدروا يشتغلوا.